عليكم بنات، ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم نشوفوا البنات الفصاله ديال هاد ليمون شغاغلو. كيف ما كتشوفوا عندنا كسيوه اولا غوب، فليمون جاوب بالتيل اسبرو منقط، والكول جا ديكولتي شي شويه ودرنا له التيل عاوتاني في فريفرات هكا بجهه الكول، وطلعنا شي شويه ديال التيل في الوسط ما بين الكول باش كيجي هكا ماشي غير الكميمات بوحديتهم اللي كيجي فيهم التيل، جات في الصدر. عندنا جات السنسله في الظهر، فيرميتور انفيزيبل، وعندنا الفتحه لتحت باش تخلي السيده رجليها فين تمشى وما تجيهاش المشيه ثقيله محبوسه. درت ليها فتحه بليسي، يعني في نفس الوقت فتيحه وفي نفس الوقت ما باينينش رجليها، يعني مستوره. اذا البنات ما تنساونيش الا كنت اول مره تدخلوا تشوفوا المحتوى ديالي تخليوا واحد ابوني، تابوناو البنات وخلي جيم وخليو لي كومونتير واخا قريبه البنات، باش نشوف بلي المحتوى ديالي عجبكم. اذا البنات هذا الموديل هاد الفصاله هذه ضروري خاصنا نفصلوها في الباترون. انتم غادي تشوفوا كيفاش غادي نفصلوا لي مونشغاغلو، كاين اللي كيفصلوهم عشوائيين. فاول حاجه درت هي 9 سنتيم ديال الكول، 7 سنتيم عفوا ديال الكول، من موراها درت 9 باش غادي نطيحوا الكتاف ب3 ديال السنتيم، فانا طيحت الكتاف ب3 ديال السنتيم. بالنسبه للمقاسات ديال الكتاف البنات عندي هنا وسطر وداكشي، فانا عندي ديال الكليانه، فانا ما غاديش نشارك معكم المقاسات، نتوما غتشوفوا طريقه الفصاله. انا كنقول لكم شنو النقطه اللي حطيت، انت غادي تحطي النقطه ديالك. صافي انا هنايا غادي نحط الكتيفات ديالي القياس اللي عندي زائد 2 سنتيم، يعني الكتاف زائد 2 سنتيم ديال الخياطه. صافي وغادي نحط الصدر حتى هو، نحط النقطه ديال الصدر زائد سنتيم، يعني الخارج اللي عندك لو تور ديال الباترين مقسوم على 4 انا كندير لو تور دو باترين زائد 14 مقسوم على 4 زائد سنتيم ديال الخياطه. صافي وغادي ندير الخط باش نديرو الصدر فين غادي يجينا التركيز. صافي وغادي ندير خط الصدر، فانا عندي هنا صاحبه الكسوه شي شويه ضعيفه، فراه عندها غير 26 في الصدر. صافي غادي ندير خط الصدر البنات باش نديرو التركيز. فهنا التركيز انا راني كنديرو غير بيديا، اللي مولفه دير بالبيروكي ديرو بالبيروكي، كل وحده والطريقه الخاصه ديالها في التفصيل، ما يمكنش ليا انا نفرض عليكم شي حاجه. صافي هنا غادي نعبر الدوره ديال التركيز ديالي نشوفها وجدتني هي ليك. دائما البنات كنقول لكم دوره التركيز خاصها تكون ناقص 1 على الدوره ديال الصدر، ولكن ملي يكون الانسان ضعيف بحال هكا فدورة الصدر خاصها تكون قد دورة التركيز، يعني ما زايد ما نقص، لانه غادي الا نقصتي سنتيم غادي يجيه مزيان. اذا هنا البنات فحنا غادي نحطوا لاطاي، نحطوا خط الحزام فين غادي ندخلوا بالايفازي، لان هنا الكسوه راه عندنا كتجي شي شويه ضغوه، ماشي شي شويه كتجي ضغوه بمره، ومن التحت راه كتجي حتى هي تقريبا ما فيهاش الايفازي بمره. صافي غادي ندخل ب2 سنتيم من جهه الخط ديال الحزام، وغادي نجر الخط ديالي. صافي دابا غادي ندير النقطه فين غادي نحط لي هونش، فمن غنحط 61 سنتيم، فانا حطيت 37 اول مره باش درت خط الحزام، وغادي نحط 61 سنتيم باش غادي نحطو دوره الحوض هما لي هونش الباسا. صافي هنا كذلك باش نشدو العبار ديال دوره الحوض ونعرفوا شحال عندنا، فدائما الدوره ديال لي هونش ديال السيده زائد 14 مقسومه على 4 زائد سنتيم ديال الخياطه. هنا البنات باش نقاد الطول ديالي رانا زدت لصقت باترون اخر، ورقه اخرى باش طولت الطول ديالي. فانا السيده كانت بغات فيها 120 في الطول، يعني تحت الركبه بشويه. صافي درت النقطه ديالي ديال الطول فين بغيت يوصل، وغادي ندير الخط ديالي، وغادي ندير تقريبا غير 30 سنتيم في العرض ديال الكسوه من التحت. فكيف ما شفتوا في اول فيديو فاحنا راه عندنا فيها الفتحه من اللور، يعني في الظهر الفتحه ديال الخلف
راها كاينه، يعني واخا ندير حتى 25 اولا 26 في الفتحه، حيت درنا فيها هكا لي بليسي، درناها بليسي، يعني راه كاين كيفاش السيده تمشى. صافي هنا بالبيغوكي غادي ندير النقطه ديالي من ديال الحزام لجهه الدوره ديال لي هونش، وغادي نجر من لي هونش غادي نجر نيشه للطول ديالي. صافي هنا قديت الطول ديالي. دابا غادي ندوزو باش نصاوبو كيفاش غادي نطراسيو لي مونش ديالنا. فاول حاجه غادي نديروها البنات هي غادي نديرو الدوره بعدا كاينه ديال الكول ديالنا، لاننا غادي نحتاجوها باش غادي نفصلو لي مونش ديالنا. فانا هنايا كنت درت النبل ولا 14 سنتيم، ولكن ملي فصلت في الثوب راني زدت ديكولتيتو، حيت صاحبه الكسبه بغات الكول يكون ديكولتي كيف ما شفتوا في الصوره، ويجي فيه هكاك طرف ديال التيل من الاكمام يجي تما كاينه الوسط. صافي هنا البنات راه كنقول لكم الا كنتو بغيتو تزيدوا الكول يجيكم ديكولتي، راه يمكن لكم تدخلوا في الكتاف واحد 2 ديال السنتيم وعاد ديروا الدوره ديال الكول. فانا ما بغاتوش ديكولتي هي من الفوق من جهه الكتاف، بغاتو ديكولتي من جهه الصدر. صافي هنا غادي ضروري خاصنا نعبروا العبار ديال الدوره ديال الكول ديالنا، وضروري السنتيم يكون واقف. فشحال ما خرج لكم في الدوره ديال الكول غادي تقسموها على 3. هنا ممكن انكم تقسموها على 2 الا بغيتو المونش يجيكم يعني مترع بزاف، يعني عريان بزاف. هنا ما بغاتوش هي يكون عريان بزاف، فانا قسمته غير على 3، فكانت خرجت لي 17 سنتيم، قسمتها على 3 تقريبا خرجت لي 5.6 ديال السنتيم. ضروري هنا البنات ملي تكونوا كتعبروا بحال هكا جهات الكول وجهات التركيز يكون السنتيم واقف، ما يكونش ناعس، باش يجيكم العبار مضبوط، باش تجي المقاسات مضبوطه. صافي هنايا تحت التركيز غادي نهبط بواحد سنتيم، لانه لاغوب ماشي بحال هاد لي مونش هادو ماشي بحال اللي كنت بارطاجيت معكم. فانا راه ديجا حطيت مونش غاكلو، كنت وريتو لكم غير في الكاريط غير في الباترون. دابا انا غادي نفصلو في الباترون غادي نفصلوه في الثوب. فهنا نزلت غير بسنتيم واحد من جهه التركيز. صافي غادي نعبر داك الطول ديال الخط اللي درت وغادي نقسموه على 2. صافي وغادي هنا راه ما عرفتش اللقطه ديال كيفاش كتمشات ليا، انا عاد عاودتها معكم. صافي هنايا النص ديال داك الخط غادي نقسموه على 2، غادي ندير نقطه. صافي وغادي ندخل بسنتيم من التحت وسنتيم من الفوق، بحال اللي كنكونوا كنفصلوا المونش ملي كنبغيو نفصلوا لي مونش. علاش؟ لانه من هنا من الجهه ديال الامام جهه الابط راه عندنا خاوي، دونك الا خليناه بلا غادي يجينا مخنشش. ملي تكون السيده منزله يديها غادي يبان الثوب بومبي. دونك ضروري خاصنا ندخلوا بواحد سنتيم من التحت ونطلعوا بسنتيم من الفوق، باش ملي تكون السيده تلبس لا غوب تجيها سيغ ميزور على اللحم ديالها. صافي هنايا كيف ما كتشوفوا انا قديت، كأنا كنخدم انا غير بيديا، فممكن انكم ديروا البيروكي. الاكثريه كي زعما اللي كيبغي يخدم بيروكي تخدم بالبيروكي. صافي اذا كان هذا هو الفصاله ديال الامام. فهنا ضروري تعلموا الامام من الخلف من الجهات بجوج، من الجهه ديال التقطيعه ديال الكتف ومن الجهه تحتانيه. فانا كتبت الدوفون دي في كتعني الامام الدوفون. فهنا البنات في الدوفون راه غادي يكون فيرمي من الامام، راه كيف ما شفتوا في الصوره يعني في الفيديو في الاول. يعني راه الكسوه من القدام مسدوده، يعني الكسوه من الظهر اللي غادي تكون عندنا مفتوحه، يعني من هذه الجهه هذه ضروري تكتبوا فيرمي او مغلق، باش ملي تكونوا كتفصلوا ما تنساوش ما تسهاوش. حنا سبحان الله اللي ما يساوى لا ينام. بعد خطرات كتحطيو كتقطعي عاد كتضربك الفيقه. اللهم في الباترون حتى نيشان شنو نتي غادي ديري. صافي هنا غادي نقطع الباترون ديالي، ولكن الجهه ديال التركيز رانا ما غاديش نقطعها. صافي هبطت مع الكتاف وغادي نهبط مع لاطاي ديالي نيشان حتى لتحت، وغادي نقطع الباترون ديالي باش نطراسيو الجهه ديال الظهر.
صافي هنا قطعت الباترون ديالي ديال الامام، غادي ناخذ الباترون اللي بقى ليا باش غادي نفصلو الظهر. فهنا اول حاجه غادي نديرو هي غادي نعبرو واحد 12 سنتيم البنات، غادي نخليو 12 سنتيم وغادي نقادو الخط ديالنا. فهاديك 12 سنتيم راه هي اللي غادي دير لينا الفتحه لتحت في الجهه السفليه ديال لاغوب ديالنا. صافي وغادي نجر واحد الخط طويل، غادي نجرو كامل على الطول ديال الكسوه باش عاد غادي نحط المقاسات ديالي كيف ما حطيتهم النوب الاولى باش طراسينا الامام ديال الجلابه عفوا الامام ديال الكسوه. صافي دابا غادي نحط المقاسات ديالي العاديه، هي 7 ديال السنتيم هي الاولى، غنحطو 7 سنتيم، غادي نتبعها بتسعود بحال اللي طراسينا في الامام. غادي ننزل ب3 ديال السنتيم، غادي نجر الخط ديال الكتف ديالي، غادي ندير الصدر وغادي ندير نفس الشيء اللي درنا في الامام غادي نديروه في الخلف. كذلك غادي نعبروا الدوره ديال الكول وغادي نقسموها على 3 كيف ما درنا في الامام، وغادي نمشي بالبياسه ديالي كامله. غنخليكم البنات مع الفيديو. صافي البنات هنا كيف ما شفتوا بعد ما درنا التركيز ديال الكسوه ديالنا ودرنا الكول، فالكول حليناه غير بجوج ديال السنتيم. صافي غادي نقاد الطول ديالي باش غادي ندوز نعبر القياس ديال الفتحه شحال بغيت ندير فيها. فالفتحه غادي نعبروها من جلايه للفوق، فانا درت في الفتحه تقريبا واحد 35 سنتيم. فالفتحه كيف ما شفتوا راه واخا تجي طويله راه ما غاديش تبين ابدا الرجلين ديال السيده من الوراء لانها كتجي بليسي. فديك 12 سنتيم اللي كنا خلينا راه هي ديال ديك البليسي اللي غادي تجي في الفتحه. فانا كنعبر القياس ديال الطول ديال الفتحه شحال بغيت نخليها البنات. صافي فانا تقريبا راني درت واحد 35 تقريبا. صافي غادي نقادها من الجهات بجوج وغادي نجر الخط ديالي ديال ديك 35 باش غادي نقسم عاوتاني ديك 12 سنتيم على 3، كل 4 سنتيم بوحدها، 4 سنتيم ونجر خط حتى لتحت، 4 سنتيم ونجر خط حتى لتحت باش ملي نفصل يعني نعرف راسي شنو كندير ونعقل على راسي المقاسات اللي درت بالضبط شنو هما. يعني في الباترون كيبقاو ليا المقاسات. ما شاء الله بكثره الفصاله وداك الشيء راه واخا تعيي تقولي رانا غادي نعقل بلا ما نطراسي فراكي غادي تنساي. فضروري انك تفصلي، مادام كتفصلي في الباترون ضروري تكتبي القياسات اللي درتي
شحال باش الا بغيتي ترجعي لها مره اخرى الا كانت الكليانه ديالك يعني كتفصل عندك ديما باش يبقى الباترون ديالها عندك، غادي تحتفظي به الا بغات تعاود مره اخرى نفس الموديل في شي كولور اخر ولا شي حاجه. صافي هنايا الكول ديالي غادي نعبرو حتى هو الدوره ديالو، وغادي نقسمها على 3 وغادي نحط القياس فين جاني، وغادي نجي جهه التركيز غادي ننزل بواحد السنتيم، وغادي نجر الخط ديالي كذلك كيف ما درت في الجهه الاماميه. غادي نقسم عاوتاني داك الخط على 2 وغادي ننزل بسنتيم من كل جهه، وغادي ندير التركيز ديالي ونقطع البياسه ديالي في الباترون. صافي هنايا قسمت القياس اللي جاني على 2، غادي ندير نقطه صافي، وغادي ندير بحال اللي درنا في الجهه الاماميه صافي. وغادي نقطع البياسه ديالي. فهنايا البنات فرا ديك 12 سنتيم اللي درنا النوب الاولى راه كلها غادي تحيد من الجهه الفوقانيه، غادي تبقى لينا غير من جهه الفتحه. كيف ما كتشوفوا البنات، فاول حاجه حيدت هي ديك 12 سنتيم. فالظهر راه غادي تجينا فيه سلسله مدفونه، راك شفتوا الفينيسيون ديال السلسله كيفاش كتجي. فلا بغيتو بحال ديك الفينيسيون البنات فرا ضروري خاص يكون عندكم داك الصباط ديال اليمين ولا اليسار اللي كيكون نص صباط، فهو اللي كيخدم السلسله مدفونه. راه كتجي الخدمه فيها بهم زعما كتجي متقونه ومزيانه. واخا تكوني غير مبتدئه راكي غادي تقدري تخدمي بديك السلسله بداك الصباط ديك السلسله وغادي تجيك مفينيه. صافي هنا غادي نقطع البياسه ديالي كامله. نخليكم البنات مع الفيديو. صافي البنات هنا بعد ما قطعت الباترون ديالي كامل غادي خصنا نطراسيو الكمام قبل ما نقطعو داك الطرف. غادي ناخذ واحد الباترون غادي ندير في الوسط ديالو واحد الخط اللي هو مستقيم علاش يتحط لينا داك الكم ديالنا وما يجيناش هكا ملي تلبسوا السيده ملي نفصلوه ما يجيناش كيتفتل. فخصنا ضروري نديرو واحد الخط مستقيم اللي نقدروا اننا نفصلوا عليه ونحطوا عليه البياسه ديالنا كامله وتجينا مقاده. غادي ناخذوا هنا لاغوب ديالنا الباترون ديال لاغوب غادي نلصقوا الكتف على الكتف من الجهه ديال الكول، يعني الكول يجي حدا الكول. غادي نلصقوا ماشي الكتف فوق الكتف، غادي نلصقوا خط الكتف على خط الكتف نيشان. هنا كانوا برزطوني لان سميتو طوالين فانا طويتهم من التحت ولصقتهم بالكاغيط غير على ما فصلت الكمام وصافي. انا راه كنخدم معاكم والكليان كيدخل فانا كنتبرزط كنتلف ملي كنكون كنفصل ولا كنصور كنتلف. داكشي علاش كنبقى نقلب ونعاود فرا كنكون كنهضر مع الناس.
صافي هنا غادي نلصقو بداك الشريط اللاصق. فهاد السكوتش هذا راه ما كيقطعش لينا الورق ملي كنبغيو نحيدهم. هذا راه ديال كيكون عند الصباغه ديال الحيط. صافي هنا غادي ندير الكول من الجهه الفوقانيه ديال داك الباترون اللي تراسيت فيه داك الخط، وخاص داك الخط يجينا فوق منه خط الكتف نيشان. صافي وغادي نثبت الباترون ديالي بالسكوتش باش غادي نطراسيو بديك لا غولات. راني فايته مشاركاها معكم في الفيديو اللي سبقت ديال لي مونش غاغلون اللي كنت وريتكم في الباترون. فلا غولات هي اللي كتراسي لينا هكا شي حاجه من باترون لباترون، كتسهل علينا الخدمه بزاف. كنتمنى الفيديو ما يجيكمش طويل البنات، ولكن بغيت نخلي لكم الفيديو كامل في مره واحده. صافي هنا كيف ما كتشوفوا انا كنطراسي بلا غولات ديالي لي مونش باش غادي نخرجوا لي مونش ديالنا. تما هنا ضروري البنات تراسيو حتى الكول من الفوق، لان لي مونش هما اللي غادي يكملوا لنا الدوره ديال الكول. وضروري اننا نتراسيو الجهه ديال الدوفون فين هي في الكم، والجهه ديال الدغيير فين هي الجهه ديال الامام، والجهه ديال الخلف في الكمام، لان راه كل جهه عندها المقاس ديالها وكل جهه عندها القياس ديالها. يعني لا تخربقوا لينا في الخياطه راه ما غاديش تجينا البياسه ديالنا زوينه. يعني كل جهه خاصها تبقى في بلاصتها. صافي هنايا راه ما كيبانش لكم باللي راه لا غولات فين طراسات ليا، ولكن انا نتوما كما كتشوفوا راني كنعاود بالستيلو فوق دوك التقيبات. فهي راه كتقب لينا الكاغيط. صافي غادي نطراسي المونش ديالي. هنا راه تقريبا وصلنا للنهايه ديال الطريقه ديال الفصاله. صافي غادي ندير الطول ديال المونش ديالي. هنا راه كنت غادي ندير واحد الكارثه، ما كنتش ديت العبار هو هذاك ديال الكمام. وملي طراسيت في الباترون بان ليا المونش باللي راه ناقص شويه. عيطت على صاحبه الكسوه، على السيده، وعاودت شديت ليها الكمام. فانتم غادي تشوفوا ملي غادي نكون كنفصل على الثوب غادي تلقاو واحد الطريف زايد من التحت ديال الباترون. فالحمد لله انني رديت البال وما كنتش فصلت فوق الثوب. هادشي علاش كنقول لكم الخياطه راه كتبغي التركيز. انا ملي كنبغي نفصل شي موديل بحال هكا اللي كتكون فيه شي شويه الخدمه راه ما كنكرهش نكون بوحديتي ما يهضر معايا حد. ولكن راه ما يمكنش انك تقولي للكليان لا سير بحالك انا راه كنفصل، ولا تسدي عليك باب المحل. ف كنتلف ملي كنكون كنفصل والداخل والخارج عليا. صافي هنا البنات كتكونوا شديتوا فم الكم ديال السيده. يعني الدوره ديال الكم شحال بغات تكون فيها، واش بغاتها واسعه ولا بغاتها مضيقه. فانا هنا كانت بغات المونش يجيها شي شويه سليم كما شفتوا في المانكا، راه جاي مزير على يد المانكا. فكيف ما قلت لكم راه صاحبه الموديل راه شي شويه ضعيفه. صافي هنايا كانت راسي الدوره ديال كانت راسي الطول ديال المونش. فانتم شفتوا هنا المونش راه جا شي شويه قصيور، واخا هي كانت بغاتو 3 كاغ، ولكن قلت مع راسي لا راه ما يمكنش يكون الطول هذا ديال كتاف وكمام دقه واحده، حيت راه الطول ديال الكم راه كناخذوه من الجهه ديال العنق، يعني من الحفره ديال العنق ديال الكليان. صافي هنايا صافي قطعنا البياسه ديالنا. هانتوما شتي هنا غادي نقطع داك الطرف اللي كان بقى، وغادي نولي نرجع نلصق واحد بحالو. شي الجهه ديال الامام والجهه ديال الخلف راه بيناتهم فرق في الثوب في الفصاله. هانتوما هنا راه غادي نقطع هذا الطرف هذا كون غير خليته. فتقريبا راني زدت قدو ملي عاودت شديت الطول ديالكم. ما تديوش على صوتي البنات راه ضاربني شي شويه البرد كتبغي تجيف لي كاع ملي كنكون كنهضر. بون ماشي مشكل.
هنا صافي فصلنا. دابا غادي ندوزو الفصاله على الثوب، ولكن قبل غادي نحلو هاد الباترون ديالنا باش غادي نقطعو دوك الطراف اللي فصلنا بهم المونش غاكلون ديالنا، باش غادي نقطعو دابا داك التركيز ديالنا باش ملي نفصلوا الكمايم نلقاو فين نلصقوهم. يعني راه ضروري داك الطرف راه حنا غادي نحيدوه لان صافي حنا عوضناه في الكمام. صافي هنا غادي نقطع الجهات بجوج باش غادي ندوزو الفصاله على الثوب. فالفصاله على الثوب البنات فار الامام راه كيجي مغلق والظهر هو اللي كيجي مفتوح، فركزوا في هذه القضيه الله يجازيكم بالخير باش ما تلفوش. صافي هنايا غادي نفصلوا الجهه الخلفيه هي الاولى. هنا راه ما عرفتش فين مشات لي اللقطه ديال الطويه ديال الثوب، فانا طويت الثوب على جوج، فانا تقريبا عندي متر ونصف ديال الثوب ديال الكريب. لان ديك الجهه اللي كنعبر فيها 12 راه هي الجهه المفتوحه باش غادي يجينا الثوب مفتوح. صافي غادي نعبر 12 سنتيم وغادي نجرها بالخط كما فصلنا في الباترون الساعه الاولى. ملي يلاه بغينا نفصلو صافي غادي نجر الخط ديالي فين غادي نحط غير باش تجيني الكسوه الظهر ديالها مقد ما يجينيش عوج. فضروري خاصنا نديرو واحد الخط اللي هو يكون مستقيم باش نقدروا اننا نفصلو. صافي هنا كنثبت الكسوه ديالي كامله بالفنايات باش ما تهربش ليا ملي نكون كنفصل. صافي وغادي نقطع الجهه ديال الظهر. هذيك الجهه راه هي ديال الفتحه اللي كنا قسمنا، الا عقلتوا معايا ملي كنا كنفصلوا الباترون. صافي غادي نقطع انا البياسه ديالي ديال الظهر كامله. صافي البنات هنا غادي نجر داك الطرف ديال الثوب اللي بقى عندي وغادي نقلبوا الجهه ديالي، الجهه المسدوده تجي من جهتي. غادي نحطوا الباترون ديالنا ديال لو ديفون، والجهه الاماميه خاصها تكون مسدوده باش تجينا لا غوب ديالنا مسدوده من الامام. صافي غادي نشدها حتى هي بالفنايات وغادي نقطع.
صافي هنايا وصلنا للفصاله ديال الاكمام. فانا هنايا عندي التول، غادي نديرو واحد الخط البنات اللي هو مستقيم باش نقاد الطول ديال الكم ديالي، وغادي نديرو واحد الخط اللي هو زاويه قائمه مع الخط الاخر باش نفصلو الكم ديالنا كيف ما كنا فصلناه في الباترون، كيف ما كنا طراسيناه في الباترون. صافي وغادي ندير داك الخط اللي هو مستقيم مع الخط اللي درت انا في التول. غادي نطراسي، غادي نشد المونش ديالي بلي زيبانكل كامل. صافي وغادي نزيد 1 سنتيم ديال الخياطه لان ما كناش زدناه في الباترون على الكم ديالنا كامل. ضروري تشدوه دوزوه كامل بسنتيم ديال الخياطه باش ما يتنقصش لينا منه من العبار. هانتوما البنات الطرف اللي كنت قلت لكم قبيله بلي راه المونش جاني ناقص في الطول تقريبا 8 ديال السنتيم اولا 10. هادشي علاش خاصكم تركزوا مزيان في ملي تكونوا كتفصلوا. صافي هنايا غادي ندور الكم ديالي كامل بسنتيم سنتيم، غادي نزيدو وغادي نقطع على داك السنتيم. ما تنسونيش البنات من التفاعل ديالكم ومن لي جيم والكومونتير باش الفيديو ان شاء الله يطلع والقناه ديالنا حتى هي تطلع ونتشجع نبقى نحط لكم. صافي هنايا غادي ندور الكم ديالي كامل كيف ما قلت لكم سنتيم ديال الخياطه، وغادي نقطع البياسه ديالي. اذا البنات كان هذا هو الفيديو ديال اليوم. نتمنى الفيديو ما يكونش جاكم طويل، ما بغيتش نقسمه الصراحه على جوج. نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الماجي. سلامه.